بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن نظام الدوري المصري الجديد. النظام الدوري المصري الجديد. هنتكلم كمان عن صراع القنوات الأهلي، وصراع القنوات على نقل المباراة والفوز بكعكة النادي الأهلي. هنتكلم الأول عن نظام الدوري الجديد. النظام اللي عملوا اجتماع امبارح بتاع رابطة الأندية مع الأندية، مع الجمعية العمومية، وكانوا وصلوا فيها عشان يناقشوا النظام الدوري الاستثنائي اللي هم عملوه. وفعلا بعد اجتماع فترة طويلة ومناقشات وكده وصلوا لأن هم يعملوا موسم استثنائي. الموسم ده عبارة عن إن هم 18 فريق زي ما هم هيلعبوا الفريق من دور أول، يعني معنى كده أن كده كل فريق هيلعب 17 مباراة، وبعد الدور الأولاني هيقسموا ال 18 فريق إلى 9 و9، يلعبوا بعض. التسعة اللي فوق يلعبوا بعض على الدوري، والتسعة اللي تحت هيلعبوا على المراكز الهبوط. الخلاف لحد كده الكلام كان كويس وماشي. الخلاف كان على الهبوط. في ناس في المناقشة استكترت ان انا يبقى عندي 8 فرق. كان المقترح ان هم يعملوا 8 فرق ينافسوا على الهبوط، ينزل منهم 3، ويعملوا 8 فرق ينزل منهم 3، وفي ناس واللي فوق 10 فرق يطلع منهم بطل الدوري وابطال الكونفدرالية. فالناس اعترض، قال لك ازاي انا 8 فرق ينزل منهم 5؟ يعني كتير ان يبقى بنافس 8 فرق بيتنافسوا وينزل منهم 3. فقال لك 3 هيبقى كتير، يعتبر في حكم النص 50% من ال8 فرق. فطبعا قال لك لا، طب ايه الحل يا جماعه؟ قال لك الحل هنعمله، هننزله فرقتين، والسنه الجايه ننزله فرقتين ونطلع 3. يبقى الدوري السنه الجايه هيبقى كام؟ هيبقى 19، لان هينزل فرقتين هيبقوا 16، ويحط عليهم 3 هيبقى 19. ال 19 دول هيلعبوا السنه الجايه برضو الدوري التاني استثنائي. بس هيبقى ازاي؟ هيبقى هم لسه ما بتوش فيها، بس الفكره اتقالت كده ان هيبقى 19 فريق يلعبوا دور اول برضو 18 مباراه 18 مباراه فان هم السنه الجايه ويبقى 9 فرق بينافسوا على الدوري على الاربع مراكز الاولى، و10 فرق بينافسوا على الهبوط، ويبقى منهم 4 ينزلوا 4 ويطلعوا 3، يوم يرجع الدوري 18 نادي تاني. طبعا انا مش مقتنع بالكلام ده. هو انت بتتكلم عن موسم استثنائي في كل شيء، وهو اصلا اللي بيصارع على الهبوط المركز اللي انت عمال تقول عليه ده هو اصلا يعني هو اصلا واقع. فريق بيغيب طول السنه بيجيب لي 20 بونت و22 بونت، ما بيجيبش غير 20 هدف وبتاع. هو اصلا حتى لو استنى السنه دي هينزل السنه اللي جايه. فهو اصلا المفروض الطبيعي كان الدوري استنى زي ما هو، نزلوا 3 وطلعوا 3 ومشيت الدنيا بوضعها الطبيعي العادي. لان انت كده هتقعد عشان تعمل موسم استثنائي تخليه 3 سنين ليه؟ يعني هو كل حاجه لازم نعمل لها لف ومراضاء وطبطبه ومؤامات. يا عم انت بتعمل موسم استثنائي وعليك وعلى غيرك. انت النهارده ايش؟ اجتهد واطلع من 8 الاوائل وريح نفسك من ال9 الاوائل. نزلت السنه دي ظبط نفسك وارجع السنه اللي بعدها. انما انت كده كده لو عديت السنه دي باعجوبه زي كل سنه واحد فيهم بيهبط، بينجو من الهبوط في اخر لحظه او اخر مباراه، تاني سنه بينزل. اصلا ما باخدش بالاسباب يا جماعه. هي اصلا مش كيمياء. انت النهارده راجل اشتغلت صح، بتعمل نقط، بتبقى في وسط الجدول من اول السنه ومريح دماغك. التاني بيقعد ما يشتغلش صح ويغير في مدربين زي المقاولون العرب السنه دي عمل ايه؟ عمل يغير في مدربين والمقاولون وما ادراك من المقاولون. المقاولون ده اللي يقعد يتكلم عليه يتكلم عن حكاوي ما تخلص.
فانت المفروض الطبيعي كنت عملت الموسم استثنائي، 8 فرق ينزلوا منهم 3 أو 9 حتى ينزلوا منهم ال3 ويطلع 3، والسنة اللي بعدها ترجع لوضعك الطبيعي وخلصت، ويبقى انت كده ظبطت امورك في سنة واحدة لميت الدنيا. انما انت كده هتفتح الدنيا، هيجي السنة الجاية يقول لك لا ازاي تنقص 4 من 10، يبقى برضو كأنها النص، هنرجع بقى طب زودهم ل20 زي ما، وهتلاقي الدنيا فلتت منك تاني. انا رأيي كده، والمفترض الناس تشتغل على الوضع ده. طبعا كمان فيه ناقشوا كمان ان قال لك ان الدوري هينفذوا، اتفقوا كمان زي ما بقول لحضراتكم على ان في شركه المانيه اللي هي بتنظم الدوري الالماني وبعض الدوريات الاوروبيه، هي اللي هتقوم بتنظيم الدوري كامل بكل تفاصيله، وديت خطوه ايجابيه جدا. هتبقى بقى لا فيه زيد ولا عبيد ولا احمد ولا الحاج احمد، الشركه الالمانيه هتاخد تنظم، ودي كويس. ولو كانت اعتبرت ان الوضع ده طبيعي وما نزل ما عملتش القرار بتاع فرقتين وثلاثه والكلام من ده، كانت الفرقه الالمانيه هتظبط لك الدنيا، والسنه الجايه ترجع لوضعك الطبيعي في اقل مده ممكن. تاني حاجه كمان اتفقوا ان هو مش هيبقى فيه باذن الله رئيس لجنة حكام مصر، هيبقى في أجنبي برضه، وده برضه أفضل للكل. سيبك من العك ده. الحكم المصري عايزين واحد زي حكم زي ما الكتاب بيقول، يمشي ويعرف الناس، وده مش عيب وده غلط. آخر حاجة هتكلم فيها طبعا الأهلي وصراع القنوات على الفوز بكعكة النادي الأهلي وشعبيته والشعبية الطاغية. ولذلك شوف الأستاذ عامر عبد الله اللي هو المذيع بتاع قناة أبو ظبي، شوف ترند بقى له 3 أيام ترند. وطبعا MBC مصر خدت المباراة، وأبو ظبي خدت المباراة، وأون تايم سبورت وخدوا المباراة والاحتفالية والقصة. يا جماعة الأهلي غير، ولازم نعترف بكده، ولازم انت انا مقتنع على فكره بوجهه نظر الناس والاعلاميين والقصص دي كلها في ان انت لازم يبقى في منافسه، لازم يكون في منافسه. يعني انت طول الوقت عمال تحط الزمالك في الصوره وان هو ند الاهلي، هو يا جماعه مش ند، واللي بيتكلم عارف ان هو مش ند، ومصر كلها عارفه ان هو مش ند، والوطن العربي عارف ان هو مش ند، وبالذات المصريين. لكن انا لازم يعملوا كده، لازم يعملوا كده ليه؟ علشان خاطر يبقى فيه منافسه. اصلا النهارده لما طول الوقت بتكلم في قطب واحد، وده حقيقه هم مش قادرين ينكروه. انت لما تقعد مع اي واحد زملكاوي يا عم، كل واحد بس كده يعمل احصائيه في بيته وفي الشارع اللي هو فيه، هيشوف الشعبيه عامله ازاي، ويشوف المباريات، ويشوف معدلات المشاهده ونسب المتابعه والحاجات دي كلها لا مختلفه. فطبعا انت طول الوقت عايز تعمل منافسه، وعايز تعمل وعايز دايما طول الوقت ايه، وانت بتقول خبر تقول عن الاهلي وخبر عن الزمالك عشان تتشاف من هنا يا جماعه، او عشان دايما تخلي ان في منافسه وفي فرق لكن هي حقيقه الامر هي الامر مختلف بالنسبه للاهلي، والجماهيريه مختلفه. وانا رايي ان الفرق التانية زي الزمالك وزي بيراميدز وزي الاسماعيلي يشتغلوا على نفسهم عشان يعملوا جماهيريه. الجماهيريه يا جماعه ما بتجيش بالاعلام بس، الاعلام بيعمل لك بعض الوقت، بس بتلاقي نفسك عامل زي ما يكون واحد عمال ينفخ في حد وفي الاخر بيلاقيه مفيش. فبتلاقي، ولا انت النهارده من سنه 2005 2004 2005 الجيل اللي اتولد من سنه 2000 لحد النهارده 90% منه اهلاوي. ليه؟ من اول ما الاولاد طلعوا على ابو تريكه وعلى بركات وعلى متعب وعلى وائل جمعه وعلى عصام الحضري وعلى وبعدين خلص الجيل ده، طلع عبد الله السعيد، وطلع وليد سليمان، وطلع حسام غالي، وطلع ناس كتير. بعدها دخل علي معلول، ودخل محمد الشناوي وقفشه والقاضيه، كل ده. ف يعني نتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، ونتمنى التوفيق لكل مصر، ونتمنى التوفيق ان شاء الله لكل الانديه المصريه. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، واتمنى التوفيق ان شاء الله، واتمنى النادي الاهلي يكسب المباراه القادمه بسكور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكركم
اشكركم، ودايما سعيد بالتفاعل ليكم بتاعكم، وان شاء الله باذن الله نوصل لمرحله افضل باذن الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.